اكيد سمعت عن مقولة ان ال AI هيبدأ يستبدل الناس ومش هيكون في مبرمج لان ال AI بيقدر يطلع كود. حقيقي ولا لا؟ ده اللي المفروض هنتكلم فيه النهاردة، ولكن هنركز اكتر على ازاي تستخدم ال AI في دراستك اللي جوه الجامعة. هل ال AI هيستبدلنا؟ بالحقيقة او لا. يعني ايه او لا؟ يعني على حسب انت فين في الشركة او انت بتعرف تعمل ايه. دلوقتي انا عايز اعمل ويب سايت. عشان كنت اعمل ويب سايت كنت محتاج 3 مبرمجين، واحد بتاع باك اند، واحد بتاع فرونت اند، واحد بتاع يو اي ويو اكس. ده عشان اعمل حاجه بيزك خالص، يعني حاجه مش كبيره. بس بعد الاي اي انا ممكن بمبرمج واحد بيفهم الباك اند. واشمعنى الباك اند؟ لان ده الجزء اللي لسه الاي اي ما قدرش يهندله. فلو واحد بيفهم باك اند هيقدر يستخدم الاي اي يعمل فرونت اند، ويقدر يستخدم الاي اي انه يعمل يو اي ويو اكس. فبالتالي بتاع الباك اند بقى قادر يعمل ويب سايت كامل لوحده. فبالتالي هل احنا استغنينا عن المبرمجين كلهم؟ لا، احنا استغنينا عن 2 واتبقى واحد. فالواحد قادر دلوقتي يعمل شغل 3. ده الوضع دلوقتي. هل بعد كده هنقدر نوصل لمستوى ان الاي اي لوحده قادر يعمل كل الشغل مش محتاجين ولا مبرمج واحد؟ المستوى ده صعب نوصل له، لان لازم تدخل بشري، لازم واحد يكون فاهم ال AI شغال ازاي ويتفاهم معاه، عشان لما يطلع ايرورز او عايزين نطلع البرودكت بشكل معين يبقى ال AI، يبقى المبرمج الانساني اللي موجود قادر يديله اوامر مظبوطه، ان بيعمل الشغل بس مستني حد يبقى برضو سوبرفايزر عليه. فانت هتكون الواحد ده او لا على حسب انت شطارتك. انت لازم تبقى شاطر قوي في مجالات مختلفه عشان تبقى انت الوحيد اللي متبقي في الشركه. مش ما يقدروش يستغنوا عنك بسهوله. هو ده خطر، دي حاجه لازم نعترف بيها. ولكن انت ممكن تكون واحد بتاع باك اند ما بتعرفش تستخدم اي اي، فبالتالي الباك اند هو اللي يمشي. ممكن تبقى انت بتاع فرونت اند وانت الاي اي بيعمل اغلب شغلك، ولكن انت بتعرف توظفه صح، بتعرف تخلي الاي اي يطلع لك نتيجه مظبوطه زي اللي في دماغك بالظبط. فانت مش هتعرف تعمل كده غير لما انت تكون فاهم فرونت اند اصلا وبقيت تستخدم الاي اي تولز عشان تعمل شغلك اسرع واحسن. فبالتالي انت كفرونت اند فضلت موجود في الشركه. فهي ملهاش قاعده في الوظائف المعينه اللي هتنتهي تماما، ما اعتقدش ان في حاجه هتبقى كده، ولكن فكره انك تستغله بدل ما هو يستغلك. انا دلوقتي واحد في اولى جامعه، هيستغله هيستغلني ازاي؟ بدأ يطلب منك مشاريع. الاي اي هيستغلك فيه ازاي؟ انك عادي هتروح تجيب الاسئله هتحطها في شات جي بي تي، هيديك الاجابه، تاخد الاجابه كوبي بيست وتسلمها، وكده انت خدت الدرجه. كده مين استغل مين؟ كده الاي اي استغلك. ليه؟ لان انت ما اتعلمتش. انت خدت الاجابه منه واديتها للدكتور او المعيد، خدت الدرجه وخلاص. فبالتالي بمجرد ما انت تتسأل في ده بقى هو اللي عارف الاجابه وانت لا. طب نعكس اللي حصل ده ازاي؟ في شويه اوامر كده انا لقيت نفسي بستخدمها كتير وانا بستخدم شات جي بي تي. انا جمعتها لك في الفيديو ده عشان انت كمان ممكن تستغلها وتستفيد من قوه شات جي بي تي. يلا بينا نبدا. انا قلت لك هما 5 برومتس. تعالى نبدا باول برومت، وهو يخص ماده الماس او الستاتستكس او اي حاجه فيها حسابات. خطوات كتيره كده وكلها ارقام. انا مش بديله السؤال وبقول له حلهولي. لو دوست في الجنب في شات جي بي تي هتلاقي في حاجه اسمها جي بي تيز. هتلاقي دي زي شتات مخصصه لحاجه معينه، انه يبقى شاطر في الساينس، هو يبقى شاطر في الماس. هو توتر مي ده اللي انا بستخدمه في الماس. تضغط عليه وتختار ستارت شات. كده انت واحد ضامن ان الاجابه اللي يديها لك شات جي بي تي تطلع مظبوطه في الماس مبدئيا كده، لان توتر مي هو شامل مواد كتير قوي زي الكيمياء والماس والفيزيكس. بس انا ما جربتوش غير في الماس، وهو دايما ماشي بستبس مظبوطه في الماس وماشي بريزلت مظبوطه في الماس. او خلينا في حاجه سهله، الديريفاتيف. بص بدا يديك اسئله هنا، بيتاكد انت عايز تتعلم ايه دلوقتي. بيقول لك هل انت تقصد الديريفاتيف في الماس زي اللي هو موجود في الكالكولس؟ لو ممكن تقول لي ايه الجزء اللي انت عايزه. انت عايز تعرف يعني ايه ديريفاتيف، ولا ازاي تجيب ديريفاتيف، ولا بيستخدم لايه؟ وهقول له مثلا I want to solve basic equations مثلا. والاحسن وهيسهل عليك برضو الدنيا كتير وانت بتستخدم شات جي بي تي، انك تديله امثله. يعني انت عندك سؤال في الليكتشر تديله هو عشان يبدا يفهمك السؤال ده اتحل ازاي، او ياخدها معاك من الاول خالص لحد ما توصل لحل السؤال ده. فهو هنا ماشي معاك خطوه بخطوه وبيسالك شايف نعمل ايه في الخطوه دي دلوقتي؟ طب ايه رايك؟ انت لو عارف تقول له نعمل كذا، لو مش عارف تقول له انا مش عارف. هتقول لي ده بالانجلش،
اقول لك عادي ممكن تقول له اتكلم بالعربي، اتكلم بالعربي، هتلاقيه بدأ يتكلم بالعربي. فكرة انه ما بيحلهاش، هو بيحلها معاك ماشي خطوة 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 خطوة. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة بالنسبة للبروجرامينج كود، مثلا انت معاك كود زي دوت، لو عملت له رن هيشتغل عادي، مفيش ما اشتغلش. ليه ما اشتغلش؟ عشان في ايرور كده في السطر التاني. طب انا مش عارف ايه المشكلة، ما هو الدنيا تمام بالنسبة لي دلوقتي. فتاخد الكود كوبي. المفروض تكتب برومت ازاي؟ هتكتب بالطريقة دي: this code have an error, solve it and tell me how do you solve it and add comments. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هيطلع لك برومت. اول حاجه قعد يفكر، قال لك ايه بقى؟ ايوه في غلطه مطبعيه، سطر using namespace مكتوب غلط ومفروض يتكتب بالطريقه ديت. فطلع لك الكود الجديد وحاطط كومنتات، يعني زي ايه، تفاصيل كده هو عمل ايه بالظبط جوه الكود، وانت لو خدتها كوبي بيست هي مش هتاثر على الكود بتاعك. وعملت ايه بالظبط؟ بدأ يصحح لك ان الكلمه ديت كان فيها غلط في السبيلنج، وضاف لك اند لاين عشان يبقى الدنيا منظمه وايه والدنيا تمام. فمش بس اداك الكود، هو شرح لك ايه اللي عمله. تالت حاجه، وهو انت لو في كونسبت عامه في البرمجه مش فاهمه، هتقول له ايه؟ هتقول لي explain مثلا the functions والكلام دوت، سواء بقى في البرمجه او اي حاجه في الستاتستكس. خلينا statistics مثلا، the medium deviation مثلا. explain the medium deviation in statistics with super simple way as I don't know anything about it and give me questions to make sure I understood. ده معناه ايه؟ هيبدأ يبسط لك الموضوع خالص وهيبدأ يشرحه لك، وبعد كده يديك أسئلة عشان تتأكد انك فهمت. وبدأ يشرح بأسلوب بسيط يعني ايه medium deviation، الانحراف المبسط. عندنا مجموعة أرقام، بدأ يديك أمثلة وده مثال صغير وهكذا. وبعد كده نهى الموضوع بسؤال، قال لك ايه؟ عشان اتاكد انك فهمت، لو عندك 10 و20 و30 و40 احسب لي ايه الانحراف المبسط. هنا كاتبها بالعربي، ممكن تخليه يكتبها بالانجليزي، بس احنا وصلنا للي احنا عايزينه. هو بيشرح الموضوع عشان تفهمه، مش عشان يديك اجابه على طول. رابع حاجه، ليالي الامتحان بينزل كده على جروب الدفعه فايل فيه بتاع 20-30 سؤال، نتمرن على الاسئله ديت ونتاكد ان احنا بنعرف نحلها قبل ما ندخل الامتحان. المفروض بتديله الفايل ده ماشي، وهتبدا تقول له ask me every single question in the PDF. ماشي، اسأل لي كل الأسئلة in a random order، بشكل عشوائي، مش عايز الأسئلة مرتبة، question by question. بص بإنجليزي شبه الجرامر بتاعه كله غلط. فده معناه ايه؟ ده معناه انه هيبدأ تسألك سؤال سؤال في PDF، بيختبرك انت، بتتأكد ان كل سؤال فعلا حليته، هو مش رصصهم لك كلهم، وتقول له اوكي. فهيبدأ ايه؟ يسألك سؤال سؤال. اول سؤال ليه مش عارف المجموعتين تدريب، هيبدأ يذاكر لك الأسئلة اللي في PDF، وانت لو في سؤال معين انت مش فاهمه يشرحه لك. فانت يعتبر مش بتسكيب ولا سؤال، انت بتقف عند كل سؤال وتتأكد انك تمام فيه. اخر حاجة اللي هي البرومت رقم 5، وهو ليه علاقة بالبروجكتات. انت هتقابل بروجكتات كتيرة في الكلية، والبروجكتات فيها مشكلتين. اول حاجة انكم هتكونوا تيم، تاني حاجة انكم هتكونوا مربوطين بديدلاين، بوقت معين. فانت المفروض تهندل الدنيا دي ازاي؟ هتقول له I have a project about الموضوع الفلاني. My team members is 5 members مثلا and we are in first CS year. ده ليه بقول له ان انتوا في سنة اولى؟ عشان ما يحطش امال كبير قوي في المشروع. We need a full plan with detailed steps on 10 days for each one. حلو. فكده ايه؟ هيبدأ يقسم لك المشروع على 5 اشخاص، كل شخص هيعمل ايه في ال10 ايام. الدنيا بقت منظمه جدا، وممكن بقى كل واحد ياخد الحاجات اللي عليه ويبدا يسال شات جي بي تي ينفذها ازاي. انا ما قلتلوش نفذ لي المشروع، انا بقول له انفذ ازاي المشروع. انا خليته يساعدني مش يستبدلني. فاهم قصدي؟ مهم جدا جدا ما تستسهلش، دي اهم حاجه عشان بعد ما تتخرج يعني واحد فاهم. الفيديو الجاي هيبقى حاجه شبه كده برضو، يعني ممكن تبقى زي سلسله كده صغيره، هيبقى عن AI tool بستخدمه عشان اسلم الاسايمنتات من غير ما يبان ان اللي عاملها AI. تكتب كلام مثلا بالانجلش كتير ويبقى الجرامر بتاعه مظبوط، عشان تعمل ترانسليشن مظبوط، عشان تقدر تختصر باراجرافز بس. فده الفيديو جاي، ودي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.